كتير بتسمع عن جريمة السب والقذف، ومعظم الناس فاكرة إنها كلمتين لمعنى واحد أو جريمة واحدة، ولكن في الحقيقة هما كلمتين لمعنيين مختلفين تماما وجريمتين منفصلين. والقانون المصري فرق بينهم وإدى لكل واحدة عقوبة مختلفة. فتعال أقول لك الموضوع ببساطة والفرق بينهم. أولا، السب هو إنك توجه لشخص عبارة فيها إهانة أو تجريح أو شتيمة، بس من غير ما تتهمه بجريمة. ومش مهم يكون لفظ خارج أو شتيمة عادية، ولكن العبرة هنا إن يكون لفظ الغرض منه السب والإهانة والتجريح. انما بقى القذف ده حاجة تانية، معناه انك تتهم شخص بجريمة وهو بريء منها، زي انك مثلا تقول عليه حرامي، نصاب، مرتشي، مزور، او اي جريمة الى اخره. وهنا لا يشترط لفظ معين عشان يعتبر قذف، بل ممكن يكون لفظ مهذب ومحترم جدا، ولكن بتقع معاه جريمة القذف طالما اللفظ فيه اتهام مباشر بارتكاب الجريمة. لذلك عقوبة السب مختلفة تماما عن عقوبة جريمة القذف. فالسب معاقب عليه بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه. ولو السب كان بعبارات فيها تحرش جنسي أو شتيمة فيها إيحاءات جنسية، بتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه. وإذا تكرر الفعل، الحبس لمدة تقل عن سنة. أما القذف فعقوبته بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه. ولو كان القذف في حق موظف عام، العقوبة هنا بتزيد وبتكون من 10000 جنيه ل 20000 جنيه. ولما السب والقذف يبقوا على السوشيال ميديا، ده بيبقى موضوع تاني. فالكلام اللي بيتقال على الفيسبوك أو واتساب أو تيك توك أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، القانون هنا قالها صريحة في المادة 76 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. فالعقوبة هنا ممكن توصل للحبس لحد سنتين، وغرامة من 100,000 جنيه ل 300,000 جنيه. وفي الأخير بنذكركم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، صلى الله عليه وسلم.